السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معايا شنط ميرور اوريجينال حلوة قوي. اول شنطة دي شنطة كوتش ميرور اوريجينال شيك قوي، والكواليتي تحفة. من الشنط كمان اللي بتعيش بقى. طبعا اسوسة مختومة، بجد شنط حلوة قوي وراقية وجميلة يعني. معاها الدراع الكروس بتاعها مختومة من جوه، بجد حلوة قوي. طبعا اسعار الشنط دلوقتي بقت فلكية، جميلة جدا. فيها جيب من هنا، وسوسته التانية دي أساسي في كل الشنط. اللي بتصور دي بنتي، أكيد مش أنا. الشنطة بقى دي كارثة. دي باك ظهر مايكل كورس ميرور اوريجينال طبق الأصل، وفي ناس بتباعها إن هي أصلي، مش هتعرفوا تفرقوها نهائي. الكواليتي بتاعتها حلوة قوي، بس محتاجة استخدام يليق بيها يعني. في ناس بتاخد الشنطة وتحط فيها حاجات تقولك أصل هي ما هي غالية مش فارقة. لأ، برضو بتتقطع عادي جدا. فاهمين؟ فيها سوستة بقى سوستين، واحدة ورا وواحدة قدام، والقدام دي فيها جيبين. بجد يا جماعة حلوة قوي بصراحة، بجد. دي من موديلات السنة دي يعني. بصوا جميلة جدا. كواليتي يا جماعة في الحقيقة بجد خطيرة يعني. وفيها زي كده العلاقة دي بيتحط فيها ممكن الميدالية أو ميدالية مفاتيح أو كده. كويس والله، فكرة حلوة قوي. بس وجيب من هنا صغير، عارفين بالجيب ده تقريبا بتحطوا فيها قلم مثلا، بس واقف كمان. يلا بينا الشنطة اللي بعدها بقى، خرافية. اللي بعدها برضو مايكل كورس جملي، كبيرة ما شاء الله، حلوة قوي. برضو من الشنط يعني تستحمل كل حاجة، بس خدوا بالكم الجلد ده لازم لو هيتشال لازم يتشال في كفر، في الكفر بتاعه، او في حاجة قطن، تي شيرت قديم بتاع، ما تسيبوش في جلد فوقيه وبتاع، عشان الجلد ده ما بيستحملش الرطوبة خالص. حتى لو جبتوها اوريجينال برضو، الحاجات دي في جلد معين ما بيستحملش رطوبة، بس جميلة جدا. ما مش بيتقطع. بصوا في معاها دراع كروس، طبعا استحالة يتلبس. لو هتلبسوا دراع كروس في الشنط دي بتتلبس كتف بقى، كتف طويل. بس مختومة من جوه، الكاردس بتاعتها السوستة بتاعتها من جوه، وبس كده. حلوة قوي. اللي بيحب الشنط الكبيرة ارشح له دي، عليها سيل وسعرها كان جميل صراحة، شيك قوي. اللي بعدها برضو مفاجأة. دي شنطة بولو مصري، ازاي مش عارفة صراحة. جايبين التفاصيل، كل خاماتي مستوردة حتى الدراع. حلوة قوي، مناسبة للبنات والكبار وكل حاجة. شيك قوي. الماتريال بتاعتها حلوة، من الماتريال اللي بتعيش صراحة، ومقلدينها بالظبط يعني. دي بولو، يو اس بولو. الواناتها، وفي الوان تانية جميلة حلوة قوي. اللي بعديها برضو شنطة ألواناتها جميلة، اللي جاية دي كوتش برضو مصري، خامات مستوردة، تقفيل مصري، تقفيل مصانع محترمة صراحة، جميلة جدا. بس من جوه عاملة ازاي، من جوه ايه البطانة، زي قطيفة أو شموع، محترمة. محترمة، شنطة محترمة جدا. أنا بقيت بشجع دلوقتي المنتج المصري، لأن هو سعره بقى غالي بس مش زي الميرور دلوقتي. شنطة صيفي بقى دي كارثة، في الحقيقة تحفة. دي آخر شنطة معايا يا جماعة، وأتمنى أشوفكم دايما يا رب، وأشوفكم الفيديو الجاي مع حمزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.